لو انت محتار تجيب انهي حارس فده عشان انت اتفرجت على اكتر من رأي، بس انا مش هسيبك وجايب لك طريقة ذكية هخليك تختار افضل حارس بدون ما تفقد عقد الترشيح. اخبط لايكك الجميل وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان دي قناتنا الجديدة، فتابع معايا الطريقة الذكية. بصوا يا رجالة، انا عارف ومتأكد ان انت اتفرجت على فيديوهات كتير وسمعت اراء مختلفة كتير، فعشان كده انت واقع في حيرة فمش عارف تعمل ايه، فانا جبت لك الطريقة الذكية اللي هتحل لك المشكلة دي، فتابع معايا من اول الفيديو. بس انت لسه ما عملتش سبسكرايب ليه؟ اشترك معانا يلا دلوقتي في القناة الجديدة، ويلا بينا على الطريقه الذكيه. طبعا يا شباب كلنا متاكدين ان كل الاراء اللي اتقالت عن طريق الطاقات ومش عن طريق التجربه، فمحدش جرب اللاعب وكل واحد قال ده كويس عشان كذا وده كويس عشان كذا، ومحدش جرب اللاعب. فطبعا الاراء دي كلها مش هتكون تمام جدا او مش مظبوطه غير بالتجربه. فانت هتعمل ايه؟ خليك ذكي وشغل دماغك. كلنا استلمنا 9 مهمات، فانت هتستنى طبعا يوم الخميس او يوم الاثنين القادم هتنزل المهمه رقم 10، ومتاكد انها هتبقى يوم الخميس، فكل الناس هتستلم المهمه رقم 10 وكله هيعمل فيديوهات تجربه حارس المرمى. فانت استنى لما الناس تجرب، كل واحد قال رايه، يختار الحارس اللي قال عليه وهيجربه، فشوف كده التجربه، واذا حارس المرمى ده عجبك وشوف زميلك ممكن يختار وممكن ده يختار، فانت خليك اخر واحد، خليك صبور، ان الله مع الصابرين يا جدع، اصبر للاخر. وكده انت استفدت ان كل الناس جربت، كل الناس قالت ارائها، وبعد كده انت اختار في الاخر. هو كده كده الباكج لسه قدامه مده طويله عقبال ما ايه يخلص، فانت خليك اخر يوم اختار انت اللاعب بالطريقه الذكيه، واصبر عشان في فيديوهات تانية قويه جديده هقول لك فيها افضل لاعب تقدر تختاره عن طريق تجربتي انا كمان يا جدع، فاستناني انا كمان. فخليك انت اخر واحد، دي طريقه ذكيه. فانا قلت لك على طريقه حلوه وهتفيدك، فانت ليه لسه لغايه دلوقتي ما عملتش سبسكرايب؟ اشترك معانا عشان اللي جاي شديد.